وفي السياق ذاته لفت والي ولاية وهران إلى أن أول مركبة من علامة فيات الإيطالية ستخرج من المصنع الجاري إنجازه بوهران في الفاتح نوفمبر 2023 بعد الانتهاء من أشغال إنجاز المصنع الذي سيتربع على مساحة 120 هكتار بمنطقة طفراوي، مجددا تأكيده على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل مهام المصنع من خلال بدء أشغال إيصال شبكة الغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي. مجمع السيارات المهم هو مجمع فيه 16 علامة 16 علامة، من بينها بوجو، من بينها رونو، من بينها فيات، من بينها مازيراتي، من بينها كرايسلر، من بينها 16 علامة، سيتروان، سينكا، جوزيفا، المهم 16 علامة ديالها. فالاتفاقية مع الجزائر اختاروا باش يخدموا فيات، يعني قالوا راهي نخدموا بوجو ونخدموا فيات. كل ما تم إنجازه من طرف بوجو يقعد يعني يوضع التصرف فيها لأنها نفس المجموعة. دونك كاين دي زونكار اللي راهم مخدومين تما، هما التزموا باش تكون الأشغال جاهزة ويتم إنتاج أول سيارة avec un taux d'intégration de 40% مع نهاية سنة 2023، يعني نهاية نوفمبر، من شهر نوفمبر وديسمبر تكون أول سيارات فيها منتوجة.